ومسك ختام حلقة هذا الأسبوع هي مع الفنان الكبير سيد مكاوي، ولقاء في واحة القسم العربي مع زميل حسن أبو ليلى. وقد أجري اللقاء عام 1995. الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي بوجد وشوق، الفرع اللي يهم الفوق لاجل الجد ريشم الضوء. الأرض 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 بتتكلم عربي. أستاذ سيد، أهلا بيك في لندن وأهلا بيك في برنامج الواحة. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أستاذ سيد، أفندم، عمرك زرت واحة قبل كده؟ طبعا دي أول مرة هزور فيها واحة أهو. لو اخترنا لك واحة علشان تخشها في البرنامج أختار تونس. تونس. نعم، يعني هناك يقدر الفنان يلاقي اليوم الواحد فيه كل الأجواء مختلفة، يعني صيف، شتاء، هواء جامد شوية، طبيعة حنينة، كل ده ممكن تشوفه في اليوم الواحد. طب شوف بقى، وانت داخل الواحة هتبقى لوحدك. أيوة. وده شرط لدخول البرنامج. أيوة. ولك أن تختار أشياء تسليك. تحب تاخد حيوان من الحيوانات معك يسلوك أو تعتمد عليه؟ في اختيارات كتيرة. أنا أحب أخد طير بحبه أوي أوي أوي، وده أقرب للفنان. أيوة. وتلاقي صوته جميل، تحس كده ان هذا الطير بالذات منطلق انطلاق محدش له سيطرة عليه. يعني انا احب اعيش حياتي زيه، يحب يسهر الليل وانا كمان احب اسهر الليل، وعندما يبدأ الليل اقدر اعيش مع عودي والالحان اللي ممكن افكر فيها. لو اتحنا لك الفرصة في الواحة لاستضافة اصدقاء لمدة ساعة، مين اللي هتصدق؟ استضيف 4 من الاصدقاء: الفنان المعروف الاستاذ حسن فؤاد، الشخص الثاني هو الفنان نجيب محفوظ لانه مش هيبطل كلام ابدا، هيحكي لي عن رواياته الكتيرة. استضيف الفنان صلاح جاهين. الشخص الرابع اختار وردة، المطربة وردة. وانا طبعا ما بعتبرش العود شخص خامس، لان العود هو انا وانا هو العود. ممكن جدا يدندن ويغني لوحده ويشتاق لصوت يسمعه. ايه هو الصوت او مين صاحب الصوت اللي هتشتاق له؟ يا مسهرني. يا ترى ايه سر الارتباط بينك وبين الحي الشعبي لا سيما في قلب القاهرة؟ لان انا ولدت في حي شعبي اللي هو حي عابدين، والحي ده يتميز بقى بان كل اللي فيه يغني. البياعين المتجولين اللي هم يبيعوا الاشياء يمشوا يغنوا بيها، ويغنوا ويقولوا حاجات جميلة لدرجة ان انا كمان احفظها. وحاجة مثلا يقول لك ايه: حلاوة عسلية وبملين الوقية من عسل جديد يا ولاد، وانا اللي توكلي على الله يا عمي يا سيد، هز الهلال امال. وهكذا واشياء كتير قوي. هل تذكر مين اللي كان بيغني ده مثلا، او ان ده ادي شخصيات؟ البياعين دول يعني مثلا واحد اسمه عم مسعود. ايوه. اللي هو يبيع الحلاوه العسليه دي، وواحد اسمه فرغالي يبيع جوز الهند. فاكرهم طبعا بالاسم. الميلودي الغربي. أيوة. هل في تصورك يمكن لهذا اللون ان ينتشر في الموسيقى العربيه؟ هو احنا ناخد من الغرب ما يسري الموسيقى العربيه، وايضا الغرب ياخد من العرب ما يسري الموسيقى
الموسيقى الغربية. يعني احنا حتى لما بنسمع الموسيقى الغربية وبنلاقي فيها استخدام الحنان بتاعنا احنا بتاع التطريب في الأغاني العربية، فبتقدر تحس باستمتاع أكتر من الأغاني اللي هي بتبقى قائمة على النص مقام زي طا 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 الحاجات دي. ففي ناس كمان انشهروا كتير من اللي بينحوا النحو الموسيقى العربية، زي مش عارفة كوماسياس افتكر. أين الأستاذ سيد مكاوي من المسرح الغنائي العربي؟ هو أنا عملت المسرح الغنائي العربي طبعا كتير، زي مثلا الصفقة لتوفيق الحكيم والحرافيش والقاهرة في 1000 عام، وكمان آخر حاجة كانت هالو دولي ومدرسة المشاغبين. والمسرح العرايس برضو فيه 12 مسرحية اللي هي منهم الليلة الكبيرة برضو. بس إذا كنت أنا بتسألني فين سيد مكاوي من المسرح الغنائي، الحاجات دي بتحتاج لمصاريف كبيرة. في مشروع جديد إن شاء الله. أستاذ سيد، الواحة كما تعلم حضرتك بتحيط بها الصحراء من كل جانب. صحيح. سكون وصمت وحشة، وعلى مد البصر الشمس، شمس وهاجة. نعم. ومع الشمس بيجي السراب الخادع أحيانا. هل كان في حياتك سراب خادع؟ طبعا كان في حاجات كتيرة. يعني زي ناس كانوا في مطلع حياتي يقولوا ان اللي ما بيشوفش ده ما يصحش يشتغل في الفن. يمكن اللي له الفضل في تحطيم المسألة دي نفسيا فيا هو الأستاذ أحمد بدرخان المخرج، خلاني مثلت في فيلم اسمه العروسة الصغيرة. وطبعا ثبت عدم صدق النظرية دي، ان مفيش حد بيبحث عن شيء ما يلاقيش، كل واحد بيسعى لشيء لابد ان يناله طالما انه مصر عليه. يعني هو السراب يقودنا الى كلام وفكر فلسفي جدا. بنرجع للاوقات والزمن اللي بتقضيه في الواحة. تفتكر احلى اوقاتك في الواحة هتكون امتى؟ احلى اوقات الليل الليل هي طبعا الواحة بتبقى هادية بالنهار كمان، الا من اصوات الطيور، وطبعا ما فيهاش لا بنزيم ولا سيارات ولا العادم اللي احنا بالنسبة للصحة حتى يعني. ومع هذا انا احب الليل في الواحة. وطبعا الواحة دي انا احب ان اعود اليها مرة أخرى، وأرجو أني أنا أسيب لها لحن تحتفظ بيه وأنا مش موجود تردده. كل مرة لما وعدك ألتقيك توعد وتخلف، وأما قبلك وجع عاتبك، أما قبلك وجع عاتبك ألتقيك تسبق وتحلف إن ده كان غصب عنك كل مرة. ليه تملي بتوعدني لما مش عايز تجيني؟ انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني؟ بكرة يا ما تشوف قاسية، لو هواك هنيهم عليا، واما قبلك وجع عاتبك ألتقيك تسبق وتحلف إن ده كان غصب عنك كل مرة. ياللي خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، خلي صدق فيه محبة، ده انت روحي ونور عيوني. بكرة يا ماما تشوف قاسية، لو هواك هنيهم عليا، واما قبلك وجع عاتبك ألتقيك تسبق وتحلف إن ده كان غصب عنك كل مرة. سيبنا أفكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم، لو عليا الود ودي انشغالي بيك يدوم. سيبنا أفكر فيك لوحدي
لو هواك كان يوم عليا واما قبلك وجعتبك قلتيك تسبق وتحلف اني ده كان غصب عنك الكل مرة. وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من ذاكرة إذاعة.